والله فينا خفة دم، لكن انتم تجيبون لنا المرض يا عبد الله. طلعوا لها الوحدة من طور هذه تقول هي نكدية، ما توفروا لها طلبات أسخف الأشياء. سباك يصلح المغسلة لها سنتين تخرخر، ثم بعدين تقول هي نقاقة تنقي. انتم ليش ما تسهلون حياتنا عشان تتخلصون من الأشياء اللي تزعلكم، مثل النقد، مثل الطلبات؟ ليش ما توفر لي طلباتي؟ أنا ما أبغى منك أشياء مستعصية، أبغى يا أخي أبغى أنام في غرفة تكييفها كويس. ليش تعل كبدي أقعد أنا الحر يأثر فيني، أقعد أعصب وآكل في عمري وتعبانة ووجعانة، تناقرني على أتفه الأشياء، تطلب مني أشياء في لحظات أنا زعلانة من الحياة هذه كلها بسبة إن الحر يلعب في مزاجي، بسبة إن المكيف أنت ما صلحته، بحجة إنك أنت مشغول في أشياء إحنا كلنا نعرف إنها مي بأولوية. ثم بعدين تجي تطلب مني أشياء في وقت ما لي خلق نفسي بسبة الحر، بسبة المكيف اللي أنت ما صلحته. ثم تستغرب مني إني أنا عصبية طول الوقت. أقول لك صلح المغسلة، صلح المغسلة، صلح المغسلة، صلح المغسلة، صلح المغسلة، صلح المغسلة، تبدأ تشتكي مني إني أنا نقاقة، لأني أبغى المغسلة تصلح قبل تخرب الأرضية، وبعدين يخر على السقف، بعدين ينهدم البيت اللي أنت قاعد تبنيه، عشان ما تقعد تتهمني بإني أنا إنسانة ماني بسنعة وما أعرف. ليش تحطونا في حالات سيئة جدا، ثم تستغربون من أطباع منا غريبة؟ ليش بعض الذكور يسوون تصرفات طامة منهية للزواج، ويقولون لها اصبغي أشقر، واصبري عشان عيالك، لكن هو ما يقعد بينه وبين نفسه ويقعد يفكر 15 سنة مؤخرا صاير عصبية، ما يقول من يوم عرفتها وهي فيها ما يخطيها، من يوم. طب أنت تدري إنه مو من يوم ما عرفتها، ثانك يو يا حكم، أنت تدري إنه مو من يوم ما عرفتها، تدري إن هذه الحالة اللي قاعد تمر فيها من شيء قاعد يصير مؤخرا، كلها بسبب تراكمات أنت قاعد تسويها طول فترة الزواج. كيف نقدر نوصل لكم أفكارنا؟ إذا هي بتطلب مصروف تعتبر مكلفة وغير مقدرة وما أدري إيش، إذا هي تطلب إنه يصلح البيت اللي هم عايشين فيه تعتبر نقاقة، إذا هي تطلب أشياء تخليها في مزاج كويس تعتبر عصبية، إذا هي تطلب خدامة لأنه يعني يبغى السرب ورعان فهي تعتبر متشرطة. كيف نوصل لكم أشياءنا؟ متى تبغون تفهمونا؟ ليش تتركونا لين ننفجر بعدين تنصدم إني أنا صرت ما يعجبني العجب، دايم صوتها عالي، دايم فيها ما يخطيها؟ ليش ما يبين في عينك إني لي 5 و6 و7 سنوات أنا ما انفجرت؟ ليش تنتظر لما انفجر؟ ليش بعد ما ننفجر كلنا تصيرون يا زينكم والأخلاق والأدب والرضاوة وآمر يسمي ويلبه؟ ليش بعد ما يموت الشغف تنتهي العلاقة؟ ما عاد أبي تفرش لي حتى الأرض ذهب، أبي أكون وحيدة، أبي أرتاح، أبي أفتك. ليش وقتها أنا أحلى في عينك؟ ليش فجأة كل الأشياء اللي كانت مستعصية ومستحيل تسويها الآن مستعدة تسويها أضعاف 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 أضعاف؟ ليه بعد ما تطيب النفس يصير كل شيء تقدر تسويه؟ كيف نوصل لكم أفكارنا؟ ليش مفروض أني أنا أداريه وأتحمله وأفهمه لكن هو شغلته يتسنع بعد الانفجار، وبعد ما يتسنع يذلني على السنع اللي هو سواه، ويرجع زي ما كان، نرجع في دوامة جديدة ومشاكل جديدة. ليش أنت يعني كمويس تقول إن الذكور يبي وحدة تداري؟ إحنا ليش ننفجر؟ إحنا ليش نزعل؟ إحنا ليش تتغير صفاتنا بسبة اللي قدامنا؟ لكن أنتم تبغون مداراة على وش؟ جو ما أدري والله. لا تحملون، لا تنجبون، لا تربون ولا شيء، إحنا اللي نراكض ورا الورعان. وإن جاء رجال قالوا رجال ولد فلان، لا جاء فيه شوية ضعافة نفس قالوا تربية حرمة. حتى الحمل والولادة والمراكض والتربية ما تشكر عليها ولا تنسب لها. جزء كبير من الذكور يعتقدون أنه دوره كأب أنه بس يرمي فلوس، إن جا الولد ما جا طيبه ولدي خذاه وراح به، وإن جا ولده
مروع، مبهذل، عايش في بيئة عصبية كلها مشاكل، قاعد يلوم أمه من يوم تقوم لين تنام، تربيتك فيك ما يخطيك فيك أنت، هذا ولدك، كل شيء على راسها. والله كلام صدق. حتى لو إن الولد جاء فيه مشكلة بسبة أبوه، وبعد ما يلوم أمه ما يشارك حتى في العلاج، ينطلح في البيت ويقفل عليه عشان ما يفشله عند الرياجيل. والملامة الأم تقعد تصبر وتشوفه يكسر ولدها مرة وثنتين وثلاث وعشر، وتعير في ولدها مرة وثنتين وثلاث وعشر، ثم تجي تقول سايسي داري. أنا من بسايسني وداريني؟ قومي فيه، ليه مو قاعد هو مشلول، عنده إعاقات فكرية، ما يدل الحمام، ما عنده يدين، ما يعرف ياكل. أنا ما تزوجت، ما أدري وش السالفة. خلاص يعني. مع السلامة مرس. السلامة.